بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. اللي تشوف أي والله هات لي بقى التالتة كده خلوده يلا. طبعا دي نقلة يوسف، بداية مشروع يا جماعة، بداية مشروع 3 بطاريات 10 أمهات ذكرين. دخلت لك في كام يا يوسف كده بالعلاج بالعلف جوه؟ العلاج كله 10 لا 11 يعني 11 واخد 7 شكار علف يا جماعه ب3 بطاريات جداد ب10 امهات، يعني تخش لك في ايه؟ في 11,000 حسب بزياده العلف. يعني واحد ممكن ياخد شكارتين 3 وهو واخد 7 بزياده شويه يعني عشان بس بقى اسكت بقى اسكت. هنفضل الارانب اهو. طبعا الارانب بتاعته يا جماعه يوسف انتوا شفتوه هو بينقي ان شاء الله شويه حلويات، ربنا يبارك له ان شاء الله. ابو منيح انت فاهمني ازاي؟ ربنا يبارك يا رب. انا بقى ارمي لي النوتي ده ابو منيح خالد عشان ما افتح بقى احط النوتي. خد يلا بص، كل انتايه كل عين فيها انتايه، كل عين فيها ارنب. ماشي يا يوسف؟ ده مشروع بتوع بيت الولد عادي في جوه البيت الولد ولا في بره مش هتفرق. يلا يالا افتح له يا خالد. انت نو خالد يلا ارفع فوق نو، ارفع فوق نو خالد. طبعا دي بدايه مشروع يا جماعه، بطاريات علف ارانب 10 امهات. احط دي كده فوق فوق فوق. ايوه بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح يعني يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ايوه احط ده مكان دي كده. بدايه مشروع كده يا جماعه تبتدي بايه؟ 10,000 جنيه. هات ابو امنيه ماشي. 10,000 جنيه مش حكايه، يبقوا عندك في البيت. وريني خلاص كده ناوله ده كده. يبقى عندك في البيت السلكات اهي ما شاء الله ربنا يبارك. ال10 امهات عايزين ذكرين صح يا ابو امنيه؟ ذكرين كويسين ما شاء الله. تنقي الارنب الكويس. انت جهزت مكانك يا يوسف؟ يا شيخ جهزت مكانك ودنيتك تمام و100%. ربنا يبارك. تنقي ارنب كويس يا ابني تبتدي بيه. برضو نقل الارنب. يعني احنا هنا دلوقتي ايه؟ مش سامعين صوت عطس ولا في حاجه. ما اروحش انا بقى ايه انقل الارنب ابهدل الارنب. اي حته ابو منيه، اي حته ابو منيه، اي حاجه بس خلاص. يلا حط حط لسه واحده ما تعمل حاجه. يلا يلا هات انا يلا، هات انا يلا ارفع ما تخافش انزل بس. شويه فرافير. عايز مشمع يلا؟ ده 6 متر مشمع خالد. افتح النور ده خالد. 6 متر مشمع طبعا. البطاريه بتيجي بكل حاجه، بال3 مساطر بكل حاجه. المسطره دي طبعا بتاعت الامهات 3. ايوه انت ناصح انت قوي 3 3 من دهيا ليك 3 ماشي بتاع الانتاج. سيبهم بقى في جنب دلوقتي هم هنا اهو. هم يقطعوا 6 متر 6 متر يا ابو منيه. الحاجه على المتر المشمع. خلاص يالا انت هتاخد كتير خلاص يا جدع. نصابين. المشمع يا جماعه بيبقى مجوز هنا، بيبقى براحتك بقى تقطع زي ما انت عايز. المتر بمترين يا جماعه. اللهم لك الحمد. محمل وتقيل زي ما انتم شايفين كده اللي احنا بنشتغل بيه. الله اكبر. مجوز مشمع مجوز مع شويه الارانب. مشمع المجوز ده يا جماعه هو تروح تركب حاجتك تقيل، تقص، تعمل اللي انت عايزه، تاخد منه. ما بيبقاش متر فرداني، بيبقى مجوز بما يرضي الله يا جماعه، عشان تبقى عارف الشغل ازاي. الله المستعان. يبقى برده مشمع تقيل اللي بيبتدي صح بيرتاح. تعال قول لي يا يوسف كده، انت جهزت المكان؟ عندك الشفاط وعندك المكان شفاط وقصاده. طب انت ايه اللي حبيبك في الارانب يا يوسف؟ هو انا بغوي اي حاجه فيها روح، بس الارنب اللي لقيته لطيف في تربيته. ملوش حل. متعب بس لذيذ. متعب في تربيته بس لو انت صحيت معاه بيبقى جميل طبعا. لا ما تنتناش. غطي بقى الارانب ابو منيه. غطي بقى الارانب كلها. افرد يا خالد ماشي. عنده بقى بتصاحب الارنب. لا نغطي الارانب. لا ما بتصحي بس. بتصاحب الارنب بس ما بتصحي دي عايزه مجهود برضه يا يوسف. صح ولا لا؟ صح. عايزه مجهود يا يوسف.
لا عايزين نغطي الارنب كله. اه في علف بقى اصبر يالا. ايوه في علف عمال اتاكلهم ايه؟ كلهم كويس. خلي نعمل العلف يتحط برضه. لا هي جت كده ليه؟ لا العلف مش هتحط في سلكات وبعد كده العلف. هم 7 شكار بس. متعدل يعني ابو منيقه يعني. عندك ابو الهلال، خد عندك انت زياده. انا عايز ما انت هو لف وغطى. ايوه ظبط بقى اللي انت عايز عندك انت عندك. نظبط اهو ماشي بس كده. انا عايز كده والتانيه تيجي تتفرد هناك. ماشي بس افرد لي هنا. انا اخاف موت تجي لهم برد مش هنخلص. بلاش تكسرها كده. اتنيها اتنيها. اتنيها. ماشي عادي. ماشي كده تمام. بس عادي كده متغطين. خاف على حاجتك يالا. يلا هات ال3 بطاريات ربنا يكرمكم. مش ميزه ان انت وانت بسم الله ما شاء الله. ايوه الله يكرمك يا ابو منى. بالعرض بقى ولا ايه؟ ممكن نحطهم بالعرض صح ونحط العلف ورا. صح يا عمرو؟ بالعرض ونحط العلف ورا. طب بالطول. طيب ماشي بالطول. عايز ايه؟ ما تنطق يا ابني. ما هي طول هيجوا التلات مع بعض. ماشي هات عايز تحط الاثنين بس هتدل دي بره. اطلع في نوت حط لي بالطول كده. حط العلف هنا جنبهم. ثالثه وقف يا ابني. احطه في النص. ايه بالطول كده احسن. وواحده كمان وتتسلب عليهم. مش ميزه ان انت تروح تجيب احنا في الشتاء يا جماعه يا يوسف. انت لما تروح بالارانب دي طبعا الارانب متدفيه اهي زي ما عملنا والمشمع بتاع ما تكشف. ماشي ما هو انت متحاسب بس ما تقعدش تقوم كشف لي الدنيا وسايب لي الارنب يتعب. لا انا هشيل ما بطاريه ياخدش. اول انصبها وادخل عليها على طول. شيل البطاريه بالارنب. مش تشيل البطاريه بالارنب على جوه لان الارنب جوه الولاده متدفي. ما تطلعوليش في الهواء وفرحان لا اهو كده في النص يا باشا. تمام اساسنا في النص. حلوه كده يا عم. 7 شكاير فوقهم بقى عشان يربط على الشكاير. ماشي 7 شكاير يا خالد عشان يربط عليهم ابو امنيه. جنب كده والجنب كده. ماشي يعني ايه 3 كده بالطول و3 بالطول وواحده في النص. يعني خليها بالطول مش بالعرض. بالطول يا خلوه ده بالطول. خد منه يلا وقاعد من البطول يلا. ايوه اعملوا حاجه. ده انتوا لسه ما عملتوش حاجه في دنيتكم خالص. ده طويل. ايوه 3 بالطول. الله ينور ابو منيه عليك. الله ينور عليك. كل حاجه كده ايه. شوف خالد. بتاخد مني يا خالد وصاير يا ايوه 3 الناحيه الثانيه بقى. حلو كده يا عمرو بتهيألي. مرضي يا ابني عن اللي انت اخدته. مبسوطين يا اولاد. ايوه يا شيخ. الله يكرمك يا حبيبي. ايوه بالطول عشان يسلم عليهم. تهيألي ما عادش ليك حاجه ثانيه بقى خلاص. لا هو ما عادش فيش ولا شكاره علف. احنا بنتحارب بسبب العلف. ما عادش عندنا ولا شكاره علف يا جماعه ولا شكار. ما عندناش اصلا ناكل المزرعه دي. هنبعت نجيب المزرعه الثانيه ناكله. والله اللهم لك الحمد. ده كان لها 10 واخد 7 بس. واللي قبل منه واخد اقل واللي قبل منه كان واخد اقل. اللهم لك الحمد يعني. فجزاكم الله خير. عايز حاجه يا ابني؟ عايز مني حاجه يا استاذ عمرو؟ والله انت عايز مني اي حاجه يا ابني؟ مرضى عن الحاجه اللي انت خدتها؟ ايه معلومه؟ في النص. لا في النص كده. في النص كده وخلاص. نعمل شرف لحضرتك بس يا شيخ. الله يكرمك. شرف ليا يا يوسف الجدعان. وانا مدي لك حاجه كويسه تحافظ عليها. المفروض تخلي بالك بقى من حاجه. جزاكم الله خير يا جماعه. ربنا يبارك فيكم. تفيدوا النهارده من لم يشكر الناس لا يشكر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.